السلام عليكم، ازيك يا فسخاني؟ عليكم السلام، ازيك يا مواطن؟ عندك فسيخ ايش كده يا استاذ فسخاني؟ عندي يا باشا كل اللي انت عايزينه، خش جوه وزن وعبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هتعوز ايه يا باشا؟ يا عم انت الهبقه ديت، انت ازاي بتتكلم اصلا؟ ده انت سمكه. لا يا باشا انا مش سمكه، معاك اخوك فهد البطل الفسوخه. انت فسيخه يعني ولا انت ايه بالظبط؟ انا مش فاهمك. هيقل منك يا باشا، انا قلت فسوخه مش فسيخ، اصل الفسيخه دي لا مؤاخذه انتايه واخوك دكر. خلاص ابو الرجول، حقك عليا سامحني. انت عامل ايه؟ تعبان والله يا باشا، الواحد عيشته بقت كلها ملحه وطول النهار بنقابل اشكال كالحه. هو انت تستاير معايا يا شوقي؟ ما تنجزنا يلا. كنا عاوزين شويه فسيخ كده يا عم فهد، بس عايزين حاجه حلوه مدهننه. انت كده تلزمك صابرين يا باشا. صابرين مين يا اخويا ان شاء الله؟ مش عايزين حاجه مدهننه، صابرين دي البطايه بتاعتنا يا باشا، دي كانت خربانه في الميه ايام ما كانت بوريايه، كانت ماشيه معايا الارمار. لا يا عم، لا يا عم، استغفر الله، بلاش صابرين، عايزين حاجه محترمه. بقول لك ايه يا باشا، احنا ساعه موزن ما تجيش تتنك بقول لك ايه يا باشا، ما عندناش فسيخ، الله يسهل لك ابو حاجه. ده الفسيخ الانتوكه دي مالك يا جدع؟ مش ضرب الله. اصل يا مدام الواحد كان عايش في الميه ملك زمانه، ويرازف كابوريايه قطع على بلطيايه. وايه بقى اللي جرالك يا اخوي؟ مفيش والله يا مدام، قاعدين من بلبط ساعه عصريه، عيل ابن حرام الله يسامحه نزل علينا بشبكه شقلطنا كلنا، ويا ريته باعنا على طول وخلصنا، ده محنطنا في الملح عامل وش اللي خلفونا، ويجي واحد جلاح زي الاستاذ يتنك علينا. يا عم انا متنكتش، انا بقول لك بس عايز حاجه هاديه. ماشي يا باشا، روح شوف لك رنجايه قطعت فيها، الفسيخ تقيل عليك. خلاص يا استاذ فسيخ، هو ما يقصدش، انت طول عمرك حارجني كده يا شوقي. خلاص ماشي يا مدام، عشان خاطرك بس، عايزين كام واحده؟ يعني انا عاوز بتاع 2 كيلو يا كده. جدعان اللي بتاع ابو شنب ده كل ما بيتكلم بيعصبني، بيفكرني بشنب القرماط. في ايه بس يا فسوخه مالك كده؟ بقول لك عايزين كام واحده يا مدام؟ يقول لي كيلوات، جرى يا جدعان هو انتوا بتشتروا سمك؟ ده احنا يا بشر. عم خلاص هات لنا 4. 4 حلوين كده، وفكرني يا شوقي نعدي نجيب بصل ونقطعه على الفسيخ. بصل ايه يا باشا اللي اتقطع على الفسيخ؟ البنات ما بتحبش الريحه الوحشه. يا عم انت شويه بصل يخلوا الاكل حرش، وبعدين هي ريحه الفسيخ عادي يعني. مالها ريحه الفسيخ يا باشا؟ الشغل عمره ما كان عيب، هي دي اللي بتجيب رجل الزبون. انا عاوز افهم بس، انت بتتكلم بصفتك ايه؟ انا رئيس مجلس اداره البرميل يا مدام، ومفيش فسيخه طالعه من البرميل ده الا باذني. خلاص يا عم اللي تشوفه، هات اي 4 فسيخات عندك. ماشي يا باشا، ادفع عند الكاشير 800 جنيه وقول له اخد صابرين وعبير وسحر واشجار. 800 جنيه ليه يا عم؟ هو كيلو البوري بكام؟ شفت بقى الكلام اللي يزعل؟ خلاص يا باشا ما عنديش بنات طالعه من البرميل، روح هات لك علبه تونه عضعض فيها. مالك يا ابني في ايه؟ لا مدام معلش، انا اتحشيت ملح واتحنطت في برميل وريحتي طلعت، وفي الاخر عايزين تاخدوني بسعر البوري. عشان احنا البلد الوحيده اللي بنعمل للمعفن قيمه. طب هلا يا باشا من هنا مفيش فسيخ يا باشا، اتكل على الله انت والمدام. منتن يا شوقي، انا بحبه. يا بنت فكك والله من الفسيخ بلا بتاع، تعالوا نروح نجيب سوشي. شوش ايه يا راجل؟ انت عايزني اكل سمك ناي؟